الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أؤكد أن هذا الشعب أقوى كثيرا من كل التخوفات، وأنه قادر على تحقيق طموحاته كاملة رغما عن كل القوى الغشيمة التي تتحداه وتمارس كل أنواع هذا الفساد وهذه الممارسات القمعية. وأعني كل أصحاب المصالح في استمرار ما نحن فيه. أتمنى كما يتمنى الجميع أن ننتقل بأقصى سرعة إلى حكم مدني، إلى رئيس منتخب انتخاب شرعي مباشر من الشعب. لم يرى الشعب المصري رئيسا شرعيا منذ ثورة 52، فقد آن الأوان لأن نتحول إلى رئيس منتخب بشرعية في أقرب وقت ممكن. وأقول إن هذا لا يعني على الإطلاق المساس بالجيش. حينما نتحدث عن المجلس العسكري، وأظن هذا كلام معاد، لا نعني الجيش المصري الذي نكن له كل الاحترام، ولكننا نتحفظ جدا على كل ممارسات المجلس العسكري والتي لا تضعه أبدا بعيدا عن الشبهات. أوجه كلامي للسيد رئيس الوزراء الذي استكثر علينا واستنكر أن نوجه له الاتهام وتعالى على هذا الاتهام ومن علينا بأنه لم يخلع ملابسه منذ الأمس. كيف تفضلتم بهذا الموقف وأنتم تعلمون أنكم قبلتم أن ينسب لكم أنكم حصلتم على سلطات كاملة، فأنتم إذن على رأس الجهاز الإداري لهذا البلد، ومع هذا تتنصلون من المسؤولية في واقعة يموت فيها فوق 70 مواطن مصري ومئات الضحايا. متى إذن تشعر بمسؤوليتك؟ حينما يموت مليون أم 5 مليون أم متى؟ أحرى بك أن تستقيل الآن هنا في هذا المجلس فيكون لك هذه المبادرة أمام الشعب. تحدث إلى رئيس المجلس. تحدث إلى رئيس المجلس. الكلام يوجه إلى رئيس المجلس. أعتذر إذا كان هذا غير مسموح، ولكني أؤكد أن الشعب المصري كله يعلم تماما أن هناك من الشرفاء من يمكن أن يتولى أي منصب، وهناك بين المصريين من الكفاءات والخبرات. كفانا ادعاء أنه لا يوجد من يستطيع أن يتولى المسؤوليات في كل القطاعات. هناك الكثيرون ممن يستطيع تولي أي مسؤولية، وكفانا عصر مبارك الذي كان يقول لن أجد لكم وزراء يحكمونكم. شكرا. النائب المحترم عادل القلة، حزب مصر العربي الاشتراكي. شكرا يا سيادة الرئيس. هيجي عليك